جلال الغرباوي رائد الفن التجريدي في المغرب، تراجيديان الرسم ورسام تراجيديا. فانسون فان غوغ الفن المغربي، لما يتقاسمه مع الفنان الهولندي من عبقرية فنية وشخصية متوترة ومصير مأساوي. ولد جلال الغرباوي في قرية جرف الملحة في إقليم سيدي قاسم، وعرف اليتم في الثانية من عمره، فتبناه خاله لفترة قصيرة، وسرعان ما تخلى عنه وأودعه دار أيتام في قريته. وهناك قضى سنين حياته الأولى إلى أن أصبح فتى في سن المراهقة، فغادر إلى مدينة فاس وزاول مهنا بسيطة، حيث كان يبيع الجرائد في الصبح ويشتغل سباكا بعد الزوال ويرسم في الليل. وبقي على هذه الحال إلى أن صادف شخصا غير مجرى حياته، إنه الكاتب أحمد السفريوي الذي كان مديرا لمعهد الفنون الجميلة في الرباط. اكتشف السفريوي موهبة الغرباوي فخصص له منحة للدراسة في باريس. في عام 1952 في صباح ضبابي غادر الغرباوي مقاطعته الصغيرة، مصمما على فتح باريس واكتشاف سحر الفنون الجميلة هناك. وهناك التقى بفنانين عالميين، من أشهرهم الكاتب البلجيكي الفرنسي هنري ميشو. وهناك فجر الغرباوي موهبته الفنية وتخلص من الفن التصويري إلى التجريدي. وكانت فترة باريس غزيرة الإنتاج. كان فن الغرباوي وفيا لروحه المتوترة ومزاجه المنفعل. يصفه الناقد الفني بيير ريستاني كالتالي: حركاته المتوترة عبارة عن ضوء يجعل المادة متحركة داخل اللون. هذه الإيماءات المندفعة تترجم تلك الانفعالية المفرطة لشخصيته والجانب الاهتزازي لدوافعه الجسدية والعقلية. ويقول الغرباوي عن عشقه للون الأزرق: في القرن السادس عشر كان الفن الإيطالي يعتمد اللونين الأزرق والذهبي. لما تأملت هذه الأعمال قررت تذويب الذهبي والاحتفاظ بالأزرق، لكن ما كان يجمعه مع ميشو لم يكن الإبداع الفني وحده، وإنما سقطا في شرك الإدمان، وكانا يستهلكان الكحول ويجربان مخدرات جديدة كانت تصنع في المختبرات. عاد الغرباوي إلى الرباط ليعرف الجمهور المغربي على فنه الجديد، لكن صدمته كانت قوية، إذ أن الجمهور المغربي المتعود على الفن التصويري أو الفطري لم يتقبل هذا اللون الجديد المتوتر والمتفجر. كان الرفض كبيرا وصل إلى حد السخرية، إذ علق أحد النقاد على معرض الغرباوي قائلا: لك الله أيها الفن، كم من الجرائم ترتكب باسمك. وبعد هذه الصدمة أقدم الغرباوي على أول حماقة في حياته، وذلك بقطع أوردة يده. شعر بأن مجهوده الفني كله قد تبخر. قطع أوردة يده مثلما بتر فان غوغ إحدى أذنيه. وأياما قليلة على تعافيه من محاولته الأولى، حاول الفنان التخلص من معاناته من جديد، وهذه المرة بإلقاء نفسه في نهر أبي رقراق، وهذه المرة أيضا تم إنقاذه من الغرق. ومرة أخرى ظهر المنقذ أحمد السفريوي الذي طلب من الفنان فريد بالكهية التخلي عن منحته الدراسية إلى روما لصالح الغرباوي، وكذلك كان. سافر الغرباوي إلى إيطاليا، لكنه سرعان ما عاد إلى المغرب مريضا ومحطما. في سنة 1957 لجأ الغرباوي إلى دير الرهبان في تيموليلين في ضواحي مدينة آزرو، وهناك عثر على بعض السكينة، وساعده هدوء المكان وجمال الطبيعة على العودة إلى الفن، فرسم كثيرا، وبقي في الدير إلى وقت إغلاقه في 1968. بعدها عاد الغرباوي إلى حياة التشرد،
فكان يأوي إلى قصبة شالة يتخذ منها مرسما بالنهار، بينما في الليل ينام في المقبرة. وبقي على حاله هذه إلى أن تدبر تذكرة سفر إلى باريس ذهابا دون إياب، فسافر إلى هناك. وفي سنة 1971 في صباح من شهر أبريل عثر على الفنان الحزين جثة هامدة على كرسي عمومي في ساحة شان دو مارس الباريزية، مثلما عثر على فان غوغ جثة هامدة في أحد الحقول. مات الغرباوي في سن 41، وحيدا شريدا قتله النكران والحظ العاثر.